عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الحكيم. إن شاء الله اليوم غادي نحضروا مع بعضنا طنجية في الكوكوط بواحد الطريقة مختلفة ومتميزة، كتجي لذيذة وزوينة مع بعض المقبلات اللي غنعملهم بالزعلوك بالدنجان. غيجيو زعلوك بالخضر، بالدنجان وبطاطا والكورجيت والفلافل الملونه وبعض السلطات المغربيه ديال الطماطم والبطاطا. وكنتمنى انها تعجبكم هذه الوصفه، وكنتمنى تعجبكم وتروقكم وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم كل جديد. وشكرا لكم. بسم الله وعلى بركه الله. نبدا في طريقه تحضير طنجيه بالدجاج في الكوكوط. الدجاجه مقطعه بهذا الشكل، بعد ما نظفتها مزيان وغسلتها بالملح والحامض وسكينجبير وخليتها تسقطرات. معلقه كبيره مملوءه ديال الكمون، معلقه متوسطه ديال القزبر يابس، بصله صاينه بحال هذا الشكل ما نقطعوهاش، كركوبه ديال الثومه بعد ما نظفتها وغسلتها مزيان حتى هي تكون بحال هكا صاينه، نص حامضه مصيره انا دايراه بطريقه المنزل مصيره على يدي، معلقه سمن صغيره، كاس الماء غنعملو فيه اللي متوفر عنده شويه الزعفران شعره، واللي ما متوفرش يعمل ضويمه صغيره، شويه زيت الزيتون والملح على بركه الله. ندير الدجاج، نعمل هاد العناصر اللي ذكرت من قبل، نخليها صاينه هاد الثومه كذلك البصل، معلقه ديال السمن صغيره، الكمون والقزبور يابس، الماء اللي نخلطو معاه اما الزعفران او ضويمه على حسب المستطاع واللي متوفر في كل بيت، زيت الزيتون، القدر، الملح يعني قياس، لان السمن البلدي كيكون مالح والحامض مصير كيكون حتى هو فيه الملح، يعني غير قليل ديال الملح. وغنقفل عليها بالصفاره ونخليها 35 دقيقه. من بعد ما في الاول غير تبدا تصفر غنقص النار نخليها مهيله ثم نحسب 35 دقيقه. هادشي اللي كتشت لينا القياس ديالو هاد الوقت. ومن بعد غنفتحوا عليها ونوريكم كيفاش حصلت عليها. وان شاء الله هاد المره درتها بالدجاج، وفي حلقه اخرى ان شاء الله غنعملها باللحم، راه كتجي ممتازه بحال الطنجيه اللي كيتعمل في الماء ديالها على بركه الله.